بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الخلق، عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. مشاهدي الكرام، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كل يوم مشاهدية، كما وعدتكم إن شاء الله بإذن الله مش راح نخلف بوعدي. عفوا. آه، كل يوم هكذا أو كل مرة على مرة هكذا وصفة أو اتنين، على الأقل نكون وفيت بوعدي ليكم إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع يا رب العالمين. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك، واغنيني بفضلك عمن سواك. ان شاء الله تكونوا البنات استفدتوا برك من لي فيديو السابقين اللي كنت درتهم معاكم في القناة، وان شاء الله يكونوا عجبوكم. وان شاء الله برك حاجة واحدة، شجعوني شوية. ديفوا هكذا صراحة الانسان يكون ضعيف، الانسان يعجز، الانسان هكذا ما نكونوش دائما اقوياء والله. بصح الحمد لله كاين ناس اوفياء، ناس متابعين، كما نقولوا ما شاء الله، يعني صراحة والله ما شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقني انا ويوفقكم انتم، يوصلنا كما نقولوا وين رانا حابين ان شاء الله يا رب العالمين. كل واحد يعطيه ربي على حساب قلبه، والحمد لله. المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، عطانا ربي قلوب كما نقولوا قلوب طيبين. صح نزعفوا، ما نقولوش ما نزعفوش وكل شيء، بصح كي نولي العقل هكذا كيما نقولوا الدنيا فانية، وما كان حتى حاجة يعني تستاهل انك تزعفي عليها والله. كل شيء عند ربي سبحانه، والانسان راح يتلاقاو. المهم راح نتلاقاو عند ربي سبحانه، كل واحد يصفي حسابه ثم وخلاص. هذا ما كان. المهم الانسان ما يغلطش مع حتى واحد وخلاص. المهم البنات، الفيديو تاع اليوم اللي كنت راح نخدمه معاكم، اولا مقتطفات من خدمتي كنت خدمتها للزبائن تاوعي، ومامطو كيما نقولوا مزيود وكل شيء. والوصفة تاعي الأولى اللي رايحة بسم الله راح نبدأ بها، هي باناشي زيتون مع الأرز أو مع الرز. أولا شوفوا البنات، هم ليكم كما راكم تشوفوا الرز تاعي أنا غليته في الماء والملح، وحطيت له شوية زيت حتى غلا مليح، وخليته حتى نبرد مليح. وهاوليكم كيما راكم تشوفوا راح نبداو الوصفه مع بعضنا. حطيت الرز، حطيت زيتون كوبي هذاك كاشير، كنت رابيته. حطيت طرشي مقطع، طرشي من الاحسن يكون بالالوان، انا ما عنديش بالالوان، حطيت غير الاخضر. لهنا نورمالمون تحطوا البصل، انا حطيت شلوط كيما نقولوا حنايا، كان مقطع ثاني رقيق. لهنا طوماطيش، شوفوا كيفاش قطعتها، نحيت هذاك الماء كامل، هذاك اللي الداخل كامل حاولت كيفاش نستغنى عليه، نحيته كامل ما خليتش، المهم ما خليتش الماء. زيتون. لهنا شوفوا الضو، الله غالب ما عنديش، اللي عندها نتوما عندها تاع الزيت تحاول تنحي الزيت هذيك بجهه وتحط غير الضو وحده. لهنا وشني البنات، عندي معدنوس، عندي زست قارص، وعندي هريسه. زدت حطيتهم لهنا في لاريسيبيو مع الروز والزيتون. عندي مايس لهنا كيما راكم تشوفوا، حطيت المايس. ورايحه نحط زيت زيتونه، لازم بزيت زيتونه احسن، تجي ما شاء الله يا البنات، صدقوني ما شاء الله. تبعوا طريقه راح تخدموها كيما تاع برا. ها كيما راكم تشوفوا خلطوا مليح. الذوق ما عندي ما نقول لكم، روعه يعني تاع صح. خلطوا مليح يا البنات. شوفوا بعد ما خلطته دوكا واش راح ندير، راح نشوفوه في صحن التقديم. هاي لكم يا البنات باناشي الزيتون والروز. كيما راكم تشوفوا الوصفة هذه هايلة، الذوق ما شاء الله. المهم البنات، وصفة سهلة ماهلة، على بالي بلي كامل راح تقدروا عليها. وصفة اقتصادية وسهلة، ما تطلب حتى وقت. الوصفة الثانية اللي هي شوفوا الطريقة اللي كيفاش طيبت، كنت يعني ما نكذبش عليكم كنت حابة نشرب قهوة حليب. شوفوا هاي لكم الطريقة كيفاش طيبتها.
طريقة سهلة كنت درتها مع البنات المتربصات توعي وعجبتهم بزاف بزاف، ما لام عليا غير نوريلكم الطريقة كيفاش. شوفوا عندي البريس هذا حطيت فيه الحليب، درت قسما نشرب بركة، ما مش راح نكثر. اللي عندها حبت دير بزاف دير بريس كثر من هكذا، واللي حبت تقل دير ثاني بريس اللي قل من هكذا. شوفوا القهوة ما تكثروش القهوة، ديروا قسم باسكو راح نحط الشيكولا. القهوة ديروا قسم على حسب الحليب تاعكم كيفاش تشربوه. انا درت مغرفة قهوة باسكو انا الحليب نحبو شوكولا، ما نحبوش لا ابيض لا هاكم على بالكم. لهنا حطيت السكر. شوفوا السكر تقدروا تحطوه مع الحليب لتحتها، تحركوه مع الحليب. والله لهنا انا فيك نورمالمون نحطوه مع الحليب، بصح كي كنت سما زربت حطيت القهوه لهنا، زدت حطيت معاها السكر، ما بغيتش نعاود نحي الصفايه. شوفوا شيكولا نقطعها كيما راهي. لهنا ديروا شيكولا مينا والله باسكو هذه فيها الكاوكاو. رايحه نحطو فوق نار هاديه ونخليه. شوفوا كيفاش راه يطلع. شوفوا بصح شوفوا الذوق ما شاء الله. شوفوا بعد ما طلع القهوه حليب تاعنا. شوفوا لازم تحركوا الشيكولا هذيك، واللي حبت تزيد السكر تزيدوا في الكاس تاعها تزيد نورمال. انا زدت السكر باسكو جاني مش حلو بزاف، ما حبيتش نكثر بالعان. شوفوا هاي لكم الطريقه يعني سهله، جربوها مش رايحين تندموا باذن الله. وادعيوا لنا برك البنات ربي يوفقنا ان شاء الله، وندعيوا لكامل المرضى بالشفاء ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.